السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بصوا، في بداية كده انا كنت مسجلة الفيديو ده بالذات صوت وصورة. بس وانا بعمل مونتاج وكده اكتشفت ان انا حواليا دوشة كتير وصوتي مش هيبقى واصل كويس ليكوا يعني. فقلت خلاص مش مهم، يعني تتعوض مرة تانية ان شاء الله، واسجل لكم الفيديو ده فويس كده، وان شاء الله يعني الوصفة تبقى حلوة وسهلة جدا. هي سهلة جدا جدا، يعني احنا عملناها قبل كده. بس انا يعني عملتها معاكم المرة دي كمان علشان اقول لكم على التوابل دي توابل اسمها توابل ويلز. آه، حلوه جدا جدا، مصريه طبعا. عايزه اقول لكم نازل منها لكل الوصفات، من الكبسه بقى اللي بصي ما تعديش يعني. انا النهارده كنت جايبه معايا البهارات بتاعه الشاورما السوري، جايبه بهارات شاورما سوري. والله يعني سبحان الله، هي جت صدفه مع الاحداث يعني اللي حاصله. طبعا مبروك ليهم، ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ينصر يا رب بقية اخواتنا يا رب في الدول العربية. الشاورما النهاردة معايا انا جايبة توابل ويلز شاورما مصري، وهحط عليها معلقتين من التوابل دي. هي التوابل دي كيس 50 جرام، انا هاخد معلقتين على نص كيلو، وعصرة ليمون. وبعد كده هزود الطماطم والفلفل والبصل وانا بسويها. انا هنا كنت بقول لكم مجرد ان انا ما فتحت الكيس، عايزه اقول لكم ريحه التوابل. والله يا جماعه فعلا بجد التوابل ريحتها حلوه جدا جدا، طعمها فعلا بتاكلي شاورما من محلات الشاورما. انا هنا هاخد معلقتين بس، مش هكتر علشان ما يبقاش ملحها زايد، هي فيها كل حاجه. انا مش هحط اي حاجه خالص غير معلقتين التوابل و3 4 معالق زيت وعصره الليمونه بس. مش هحط اي حاجه تاني خالص. بجد التوابل فيها كل حاجه، كل ما تتخيليه انت عايزاه في وصفه الشاورما هتلاقيها في التوابل دي. هتحطي معلقتين كافيه جدا على النص كيلو من صدور الدجاج. في تركايه برضو كنت بقول لكم عليها، صدور الدجاج بتاعتي انا بجيب صدور او بانيه وبقطعها وهي متلجة. ليه؟ بتديني شرايح رفيعة جدا وطويلة وكلها قد بعضها، وبتبقى حلوة جدا جدا. تمام، عشان السوا بتاعها يبقى واحد. يبقى انا كل اللي عملته ان انا جبت نص كيلو من صدور الدجاج او نص كيلو من البانيه، وقطعته شرايح رفيعة وهو متلج. طبعا بعد ما غسلته وصفيته حطيت عليه معلقتين من شاورما ويلز او بهارات ويلز، جايبه الشاورما السوري، وتلات اربع معالق زيت وعصره ليمون بس، ما حطيتش اي اضافات تاني. وكان عندي هنا العيش الصاج او العيش السوري، كنت جايباه برضو من يعني محل عندنا في محافظه السويس، اسمه لمة العيله. المحل ده جميل جدا جدا، وعندهم جميع ما تتخيلوه من منتجات، كل حاجه موجوده ما شاء الله عندهم، ربنا يبارك لهم يا رب. فكان معايا العيش الصاج الجميل اللي هو عيش الشاورما، حلو جدا جدا جدا، وهنعمل النهارده بيه وصفه الشاورما. وكنت مستخدماه قبل كده، وكنت كمان مستخدمه لو تفتكروا رقاق طري كنت عامله بيه الشاورما برده، كان تحفه جدا. كل اللي هعمله ان انا الوك بتاعتي او الطاسه او الحله التيفال بتاعتي او السيراميك او ايا كانت، هتستعملي اي حله، المهم ان هي تكون غير قابله للالتصاق. هسخنها كويس جدا جدا جدا، تبقى سخنه كويس جدا جدا جدا. وطبعا بعد ما احط الشاورما بتاعتي في التلاجة ليله كامله، او على الاقل من ساعتين للثلاثه في التلاجة، علشان التتبيله والتوابل تاكل في قطع الفراخ بتاعتي، وتبقى النكهه مظبوطه. بسخن الوok كويس جدا جدا جدا، تبقى سخنه قوي، وبنزل بقطع الفراخ على الطاسه بتاعتي وهي سخنه، علشان ما تنزلش ميتها يا جماعة. وبقلبها كده بحيث ان كل قطع الفراخ تاخد نفس درجة اللون بتاع التسوية. اول ما تبدأ تخش في السوا ويبقى كل قطع الفراخ لون واحد، ببدأ ان انا بعد كده ازود الخضار بتاعي. انا معايا شرايح بصل، شرايح فلفل رومي اخضر، عايز تحطي شرايح الوان فلفل الوان ماشي، يعني زي ما تحبي. عايز تحطي خضرة برضو براحتك، مش عايزه تحطي بصل براحتك. انا بحط شرايح طماطم، شرايح فلفل اخضر، وشرايح بصل، بس كده، ما بحطش اكتر من كده. بجد التوابل يعني خلتني استغنى عن حاجات كتير جدا جدا. كنت ساعات ممكن مثلا احط توم باودر، بصل باودر، او شرايح توم خالص. استغنيت عن كل ده. طبعا اول حاجه هحطها هي البصل عشان بياخد وقت شويه، هشوحه يدبل، اقوم نازله بالمكون التاني الفلفل نفس الكلام، هشوحه يدبل، هنزل بعد كده باخر حاجه اللي هي شرايح الطماطم، وهحط مع شرايح الطماطم ربع كوبايه ميه وبس كده. خلاص بقلب كويس جدا جدا واخليها تستوي، واتاكد
ان قطع الفراخ استوت. هوريكم هنا حاجه متاكده 100% ان هي ان شاء الله هتفيدكم. لازم الشاورما تكون شاربه كل السوائل يا جماعه. ليه؟ علشان العيش بتاعي ما يتقطعش وانا بحشيها في العيش بتاعي. تمام؟ يبقى الشاورما لازم تكون شاربه كل السوائل بتاعتها وتكون استوت كويس جدا، لاني خلاص كده هي استوت، مش هسويها اكتر من كده. كل اللي هعمله بعد ما احشي العيش بتاعي ان انا بس هديها وش تحمير بسيط كده في الطاسه بتاعتي او في الصينيه بتاعتي. بس خلاص هسيبها تبرد ونيجي بقى لطريقه الرول بتاعي. طبعا يا جماعه الحشو ده بتاعك انتي براحتك خالص، انتي اللي انتي تعمليه. عايزه تزودي بطاطس، عايزه تزودي مخلل، براحتك خالص. انا كان معايا الشيف الصغير شيف سليم ابني حبيبي، ربنا يا رب يبارك لي فيه، كان واقف بيساعدني وكان بيحب جدا جدا ان هو يحط بايده الحاجه. فهو كان بيحط كاتشب، انا حطيت له القطع الشاورما، وهنحط موتزاريلا بس، مش هزود اكتر من كده. ما عندكيش موتزاريلا ما تحطيش، عندك جبنه رومي حطي، عندك بطاطس محمره حطي، عندك مخلل حطي، مش مايونيز تمام، توميه تمام، اللي عندك حطيه. الحشو ده يا جماعه وطريقه ان انت يعني مكوناتك ايه جوه الرول بتاعك ده بيرجع لك انت. تمام؟ انا مش هلزمك باي حاجه طبعا، كل واحد على قد امكانياته وكل واحد باللي عنده. بس كده الموضوع سهل جدا جدا، احنا كنا عملناه مع بعض قبل كده، بس حبيت ان انا اعيد معاكم الوصفه علشان حاجتين. الحاجه الاولى التوابل الجميله جدا اللي انا استعملتها النهارده، والحاجه التانية العيش الصاج ده حلو قوي 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 وتحفه جدا بجد يا جماعه، كانك بالظبط جايبه الشاورما بتاعك من احلى محل شاورما. وده سليم بيسلم عليكم. بس خلاص انا هنا كنت خلصت كل الرولات بتاعه الشاورما بتاعتي. كل اللي هعمله ان انا هجيب صينيه او طاسه تيفال وهحط فيها معلقتين زيت، وبرده هتكون سخنه، وهنزل برولات الشاورما بتاعتي على الناحيه اللي هي بيبقى فيها حته العيش لسه مفتوح علشان النار تقفلها. بس خلاص كل اللي هعمله ان انا هضغط كويس جدا 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 على الرولات بتاعتي، بحيث بصوا اهو تاخد اللون ده وتبقى تمام قوي كده. خلاص هي الوصفه اصلا خلصانه. بس كده دي وصفتي النهارده، اتمنى انها تعجبكم. اتمنى تجربوا التوابل الويلز، جميله جدا جدا جدا، مش بس في الشاورما، كبسه، كفته، فراخ مشويه، لحمه مشويه، شيش طاووق، كل ما تتخيلوا، توابل سمك، في كل حاجه. كل اللي عملته ان انا قطعت الشاورما قطع وخلاص على كده. الف هنا وشفا لكل واحد هيجرب وصفتي ويقول لي رايه ايه في التوابل الحلوه دي. ان شاء الله مستنيه تعليقاتكم، مستنيه الشير الكتير، مستنيه دعمكم ليا، وان شاء الله باذن الله نتقابل مره تانية في وصفه جديده. وشكرا لكم ولمتابعتكم، واتمنى تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم بصلاح الحال. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.